اهلا بيكم في سلسله فن الكونكريت. معاكم مدربه الهاند ميد شيماء مدحت. احنا دلوقتي في الجزء العملي زي ما اتفقنا. دلوقتي احنا جينا لمرحله الصنفره في طريقتين. الطريقه الاولى انه هي لسه ما جفتش، احنا طلعناها بقى بعد ساعه زي ما اتفقنا، هي لسه ما جفتش اهي. تمام. هنعمل ايه؟ هنقوم جايبين الاسبونشة اللي احنا قلنا عليها في الادوات، فلما ارجعوا الفيديو الادوات، وهنبدأ ان احنا نصنفر الجزء ده. زي ما انتم شايفين هو مش محتاج صنفرة كتير، مش هيتعبنا في الصنفرة لان احنا ايه، عملنا الستبس صح. خلاص. طب ايه الطريقة التانية؟ بس عشان ابقى اديتكم الطريقتين، يعني ان احنا بنحط وعاء بنحط فيه مية، ودي سبونشة اصلا بنغطسها فيها كده. بس طبعا يكون القالب نشف خالص بعد بقى 3 ايام، وان احنا نبدأ نصنفر الجزء ده. بعد بقى ما نصنفره هنبدأ ان احنا بالفوطة بتاعتنا النظيفة ان احنا نشيل اي زوايد، علشان لازم نشيلها ونخليها نظيفة خالص، علشان لما نيجي بعد كده نسيبها تنشف تاني ونشتغل عليها الورنيش اللي هو العزل بقى في الاخر. علشان طبعا هي لازم تتعزل علشان تقدر تتحمل بقى ان احنا نحط هنا مثلا شمع او بخور. دي بقى مرحلة تانية هشرحها لكم بعدين. فتبقى نظيفة يعني، وعشان لما نيجي نعزلها تبقى نظيفة، ما يبقاش فيه اي مشكلة في الفينش. انا دلوقتي هعمل لكم الطريقة، شرحت لكم الطريقة التانية، هعمل لكم الطريقة الاولى. هي دلوقتي بعد ساعة ما طلعناها هنبدأ بقى نعمل كده بالراحة خالص. بصوا بالطرف، شايفين؟ مش بعمل كتير، يا دوب بعمل القاعدة اللي هي بتاعتها وبس. شايفين اهو؟ شايفين اهي بيطلع معايا اهو. طبعا بالراحة علشان خاطر ايه، عشان خاطر ما يتكسرش معانا لان هو مش جاف خالص يعني. مم. بصوا بيطلع ازاي. اه. وتقدروا على فكرة عادي جدا تعملوها بالطريقة التانية، بس اهم حاجة تاخدوا بالكم. اهم حاجة ايه؟ تاخدوا بالكم. اهو حطيت فيها مية عشان بس ايه، ابقى وريتكم الطريقتين. شايفين بيطلع اهو. خلاص. انا بس لغاية لما نعمها خالص عشان يبقى الفينش بتاعنا مظبوط. طبعا حتى في الكورس عندي بعمل كل حاجة قدام الكاميرا، تمام، علشان خاطر كأنكم قاعدين معايا وشايفين كل الستبس بجد، يعني مفيش حاجة تتوه من عليكم. فمش بنسرع معلش الفيديو، ولا بنعمل كات قدام الكاميرا ولا اي حاجة. اهو بصوا. بس بنضفها، وممكن كمان اخد الجزء اللي هو التاني ده عشان بس ايه، ما اقعدش اني انضف قدامكم واخد وقت يعني.
بس كده خلاص هنضفها اهو. وبعد ما بنضفها كويس، مش هجيب دي ثانية، هجيب منديل وانضف كده اول فوطة يعني. تمام، شايفين بنضف كويس قوي من كل الاتجاهات وكل حاجة عشان اضمن ان الفينش بتاعي يبقى زي الفل. بس كده خلاص. اعملوا بقى لايك للفيديو لو عجبكم، عشان نساعد اكبر قدر من الناس ان هم ان شاء الله يستفادوا ويشوفوا السلسلة دي. وعلشان كمان ان شاء الله تعالى لما انزل فيديو جديد يوصل لكم.